السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الحلقة دي حاجات، يعني بنجيب حاجات لاستعدادا لرمضان. انا بدأت نزلت السوق وجبت الحاجات اللي اسعارها حلوة. جبت 2 كيلو لوبيا وكيلو عدس، ولقيت الاسعار كده يعني حلوة كده، نزلت الاسعار شوية فقلت اجيب. وجبت شوية توابل، كزبرة وفلفل اسود وكمون. بصراحة التوابل هي اللي غالية شوية. وجبت كمان لفت عشان اخلله لرمضان. وجبت علبة سمنة. السمنة دي حلوة قوي يا بنات، الشمس الذهبية. هي في منها نوعين، اللي بالزبدة الفلاحي واللي بالزبدة الصفرا. انا جربت اللي بالزبدة الصفرا، بصراحة دي احلى منها بكتير. طعمها حلو في الاكل، قريبة من السمنة البلدي. جبت العلبة دي. انا كنت بجيب العلبة دي بحوالي 17 جنيه، دلوقتي غليت بقيت ب35 جنيه. وجبت كمان ده رز. جبت حوالي 10 كيلو رز. كان سعر الرز ب7.5، فقلت فرصة كده حلوة اجيب منه. جبت حوالي 10 كيلو رز، ودول كانوا ب75 جنيه. فقلت اجيبهم وانقيهم كويس وانضفهم واعينهم عندي عشان رمضان. وجبت اللوبيا دي، كان الكيلو انا اشتريته ب20 جنيه، بس رحت عند راجل تاني لقيت الكيلو ب18 جنيه. هي كان سعرها في الاسعار لما كانت عالية كان سعر الكيلو بحوالي 25 او 26 جنيه، فهي نزلت يعني بقيت بحوالي 18 جنيه دلوقتي. وفي ناس بتبيعها ب20، بس انا جايباها ب20. وعلبة السمنة دي زي ما قلت لكم ب35 جنيه. وكيلو العدس ده ب20 جنيه، عدس تركي، لونه اصفر غامق كده. فالراجل شكر لي فيه فقلت اجربه. وجبت مجموعة التوابل دول بحوالي 20 جنيه. وجبت اللفت دول بحوالي 10 جنيه عشان انضفه واخلله، واعمل لكم ان شاء الله حلقة عن تخليل اللفت. وحاولوا يا حبايبي كل ما تنزلوا كده وتلاقوا حاجات سعرها كويس وسعرها في متناول ايدينا كده نجيبها ونعينها كده عشان رمضان، عشان رمضان ما يكونش حمل علينا وعبء ان احنا جبنا حاجات كتير ويعني واسعارها غالية وكده. احنا نجيب حاجة عشان نوفر على نفسنا وما نعملش ضغط زيادة على مصروف البيت. يعني كل ما تنزلي وتلاقي حاجة كده رخيصة تشتري، على الرغم يعني حوالي الحاجات دول يعني عاملين عليها فوق 200 جنيه، بس برضو حلوين يعني الحمد لله. هجيب الرز انضفه وانقيه واعينه عندي في الدولاب المطبخ، احطه في